بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض النهاردة قصة حلوة خالص بتتكلم عن الخدمة، وهل الخدمة ليها مواصفات ولا مش شرط إن يكون ليها مواصفات. هنشوف مع بعض في الفيديو اللي هنتكلم فيه. القصة بتحكي إن كانت في بنت في قرية من القرى، كانت بنت بسيطة خالص، فراحت لأبونا وقالت له: يا أبونا أنا عايزة أخدم. فقال لها: انتي اسمك ايه؟ قالت له: انا اسمي جميلة. فقال لها: طيب بتعرفي تفكي الخط؟ قالت له: لا. طيب حافظة ألحان أو ترانيم؟ قالت له: لا. وقعد يسألها شوية أسئلة كده دينية، وكل ما يسألها سؤال تقول له ما خبراش وما عرفاش. فأبونا قال لها: طب يا بنتي، انت ممكن تيجي تصلي عادي خالص، مش لازم تخدمي، أصل الخدمة ليها مواصفات معينة. قالت له: طيب بص يا أبونا، أنا بعرف أخيط حلو قوي. قال لها: خلاص، أي حاجة محتاجة خياطة في الكنيسة أنا هديها لك تخيطيها. وكانت جميلة كل مرة تاخد حاجة تخيطها تقعد فيها ساعات طويلة، بالرغم من إنها كانت ممكن تاخد دقايق عشان تتقنها وتطلع بأحلى شكل. وطول ما هي بتخيط تصلي وتقول: يا رب اللي ياخدها تعجبه ويتبسط بيها، يا رب ساعدني تطلع حلوة وجميلة. وكانت دايما تصلي، وطول ما بتعمل حاجة تصلي. وتمر الأيام، وفي يوم من الأيام كانت في الكنيسة بتحضر قداس، والناس خارجين من الكنيسة لقوا راجل لابس لبس مقطع واقف على جنب، ومطلبش خدمة ولا مساعدة من أي حد. وكل الناس اللي كانت موجودة مشوا، حتى الخدام اللي موجودين مشوا. لكن جميلة أول ما طلعت من باب الكنيسة وشافت الراجل اللي قدومه مقطعة، جريت عليه وقالت له: ايه اللي مقعدك هنا في البرد؟ تعالى معايا البيت. وطول السكة تقول له: انت اسمك ايه؟ ما يردش. طب انت عم مين؟ ما يردش. طب انت منين؟ ما يردش. طب عيالك مين؟ ما يردش. يبصلها ويضحك، وهي تضحك وتقول له: خبري مالك؟ وصلوا لحد البيت، اخدت الراجل فطرته وعملت له شاي، وقالت له: هات الجلابية دي اما خيطها لك. خدت الجلابية وخيطتها، وبعد ما ادتها له بيقول لها: تعرفي أنا مين يا جميلة؟ قالت له: يعني طلعت بتتكلم اهو، ما خبراش انت مين. قال لها: أنا المسيح اللي بتخدميه وبتخيطي الحاجات المقطعة في كنيسته. كل مرة كنت بتخيطي لبس وحد بيلبسه من إخوة الرب كأني أنا اللي لبسته. انت خدمتك جبارة قوي، اتفوقتي على كل الخدام بما فيهم أبونا، وليكي في السماء إكليل كبير. وفي الحال الأوضة اللي كانوا فيها اتملت نور وبخور، وفجأة اختفى المسيح. وبعد اللي حصل ده قررت جميلة إنها تكرس نفسها للخدمة دي، وتخيط أي حاجة في كنيستها وفي كل الكنائس اللي مجاورة للقرية بتاعتها. الخلاصة من القصة بيقول: أنا عايز أقول إن مفيش حاجة اسمها مواصفات للخدمة. أي حد يقدر يخدم المسيح، سواء متعلم أو جاهل، سواء غني أو فقير، سواء جميل أو لأ. الخدمة محتاجة الكل، والكل ينفع يخدم باللي يعرف يقدمه. والمسيح عنده اللي بيمسح كنب كنيسة صغيرة كام متر في قرية بعيدة محدش يسمع عنها، وهو مبسوط وفرحان بخدمته أعظم مليون مرة من اللي بيوعظ في أكبر كنيسة وعلى أعلى منبر وهو كل همه ياخد اللقطة. الخدمة بحاجات كتيرة خالص، الخدمة بكلمة حلوة. لما بقول كلمة حلوة قدامي أنا كده بقدم خدمة، وحاجات كتيرة تنفع يتقال عليها خدمة. ربنا يجعلنا كلنا مخدومين ليه وخدامين ليه، ويدينا روح الخدمة بمحبة وشكر، وزي ما بيقول: اخدموا كما ينبغي. وبكده قصة النهاردة خلصت. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ادعمونا بلايك وقولوا لنا رأيكم في التعليقات. نشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم.